مبروك لأنوس ولنور ولمازر، يعني الله يوفقهم حبايب عمري واخواتي. شوفي انا بحكي عني وعن تيتو، بس تيتو يمكن بده يقول شيء ثاني. الله يوفقه. وبما ان أصالة بتحب تتدخل في اداء التفاصيل، فكان لازم نسألها اذا كان ليها دور في اختيار الازياء المعروضة. انا الصراحه ما لي علاقه، يعني انا بلبس اللي جوزي انا لي علاقه. مثلا ده مثلا لي علاقه طارق العريان ولابس منهم من عندهم. أصدقائهم حرصوا إن هم يشاركوهم المناسبة دي، فشفنا الدكتور مجد ناجي وسامر المصري اللي بينوع بأسلوب لبسه. لما المشوار بيكون كاجوال هو بحاجة لشيء كاجوال. المشاوير الصباحية أو اليومية مثلا بالنهار ممكن تكون تميل للسبور شيك أكثر، والمناسبات الرسمية بدها تكون فورمال يعني، فنحن بنحتاج كل هدول التايبس من اللبس. المعروف إن أنس ما بيفرقش أصالة، ومع دخوله البزنس إزاي حيقدر يوفق ما بين المشروع الجديد وإدارة أعمال أخته؟ لا يعني الوقت مقسم، يعني اليوم بعدين نحن قادرين نتصور كجيل، وبهالفترة هي قادرين إنه يكون تركيزنا مقسم على أشياء كتير، يعني قادرين نعمل أشياء هون وأشياء هون. وده اللي أكد عليه طارق العريان اللي شكله كده في مشاريع كتير حتجمعهم. عنده اوريدي أعمال تانية، يعني هو بينتج برنامج المهيسون، بينتج فيلم حاليا، يعني هذا دايما موجود جنب شغل أصالة.